بسم الله الرحمن الرحيم حبايبنا طلاب تانية ثانوي أهلا وسهلا بيكم دلوقتي ميعادنا مع كلاس شيت نمبر 2 في منهج الكالكلس بعنوان differentiation واللي هنشوف فيه موضوع الديفرنشابيليتي وإمتى الفانكشن تكون differentiable وإمتى تكون not differentiable. طيب عشان كده مستر نعمل سمري سريع كده على القصة دي. قلت له يلا بينا. أول حاجة يعني إيه الفانكشن differentiable؟ قال لي إحنا متفقين مع بعض كده على سين ما بيننا بنقول إن الفانكشن ولا تكون مقطوعة ولا تكون مكسورة ولا يكون عند النقطة اللي أنت بتدرس عندها في vertical tangent أو السلوب بتاع التانجنت ب undefined، يعني ما تبقاش الأنجل 90. قلت له طيب بالراحة كده، لو أنا عندي 3 جرافات، الجراف الأولاني عامل كده، وعندي فانكشن عاملة كده، فنيجي هنا عند النقطة الأولى مثلا اللي احنا هنتكلم فيها دي هنا كده، وأقول لك يلا يا عم الحاج عند البوينت إيه؟ أول حاجة ال A belong للدومين، يعني البوينت مش متشالة. قلت له صح. وتاني حاجة نيجي نجيب حاجة اسمها ال F of A right، نلاقيها هي نفسها ال F of A left. يعني الليمت بتاعت الفانكشن F of X لما ال X tends to A exist. بص كل الشروط دي بتتحقق اهو. فالأولى موجودة في الدومين، الليمت موجودة، الفانكشن continuous، يعني معنى كده إن ال F of A right equal ال F of A left equal ال F of A، وبالتالي تبقى الفانكشن بتاعتك F of X continuous at X equal A. حلو. هل ده كل ده معناه إن الفانكشن differentiable؟ قال لي لأ، باقي لك كمان شرط. إيه الشرط اللي باقي؟ إن ال F dash of A right اللي هو ال slope of the tangent to the curve right equal F dash of A left. لو الشروط دي كلها موجودة يبقى النقطة دي سليمة ويمكن رسم تانجنت عندها. حلو كده، ويبقى السلوب اوف ذا تانجنت وذا كيرف اللاين ده بنسميه تانجنت، والدنيا تبقى تمام والفانكشن ديفرنشبل وكل حاجة زي الفل. قلت له ماشي، يبقى البوينت موجودة في الدومين. طب لو مش موجودة في الدومين ما تكملش خلاص، وقف الفانكشن نوت ديفرنشبل. طيب لو الليميت اكزيست ماشي نكمل. طب لو الليميت دازنت اكزيست ما ينفعش. لو انت فاكر الليميت دازنت اكزيست يعني معنى كده في جامب او دروب، يعني الليفت نوت ايكوال الرايت. قال لي فلو اكزيست نكمل، نوت اكزيست ما تكملش نوت ديفرنشال. طب خلاص يا مستر البوينت موجوده والليميت اكزيست بس مش قد بعض، قلت له تبقى ديسكونتينوس. طب لو الثلاثه قد بعض، الليفت قد الرايت قد الايه، يبقى الفانكشن كونتينوس. قال لي فكونتينوس تبدا تكمل. قلت له حلو. بعد ما اكمل اخر حاجه بقى، اف ده شوف ايه رايت ايكوال الاف ده شوف ايه ليفت، ويكون برقم ما يكونش 1 اوفر 0. خلاص يا باشا كده الكلام حلو. فلو اتحققت الشروط دي بقت الفانكشن ديفرنشبل. فجه واحد قال لي مستر امال ايه المقطوعه والمكسوره اللي انت قلت عليها؟ بص يا عم، دي المقطوعه. نيجي هنا نلاقي الكيرف بتاعنا عامل كده اهو، وهنا كده اهو، ويروح جاي الراجل جاي عند النقطه دي، ويروح جاي شايل النقطه دي يخليها اوبت. حلو. فتعمل ايه؟ بص كده اهو، خلاها اوبت. فتيجي هنا عند البوينت اللي اسمها ايه، وتقول لي الاي نوت بيلونج للدومين، تبقى دي مقطوعه. طب في حاجه تانية مقطوعه؟ قال لي تعال قول يا باشا. ادي كيرف تاني عامل كده، فاحنا قمنا عاملين ايه؟ جايين كده بالفانكشن بتاعتنا عملنا كده، ادي كيرف اهو، او حتى لاين، والله ما انا يا عم مضايقك اهوت، وهنا النقطه دي كلوزد وهنا النقطه دي اوبند بس عامله كده. حلو. قلت له ماشي. فنيجي هنا البوينت بتاعي، هل الليميت اكزيست؟ قال لي لا، الليميت دازنت اكزيست، مع ان النقطه موجوده في الدومين بس الليفت نوت ايكوال مين؟ الرايت. الاف اوف اي ليفت برقم اهو اسمه مثلا ال، والرايت اسمه ام، فالاتنين مختلفين، يبقى حصل جامب او ايه، او دروب. ودي معناها ان الفانكشن بتاعت حضرتك ايه؟ مقطوعه. قلت له طيب. طب يا مستر لو هي مش مقطوعه؟ قال لي يبقى البوينت موجوده في الدومين والليفت قد الرايت والليفت قد الرايت قد البوينت. حلو. طب آخر واحدة اللي هي المكسورة بقى، إيه بقى المكسورة دي؟ قال لي زي مين؟ أشهر واحد في المكسورين الأبسوليوت. الأبسوليوت بيبقى عنده حاجة كده اسمها الشارب كورنر أو الشارب إيدج. فتيجي هنا عند النقطة دي، حلو كده أهي،
فتيجي عند النقطة اللي اسمها A دي أيوًا تلاقي الفانكشن بتاعتك مكسورة. يعني إيه بقى يا مستر مكسورة؟ قال لي يعني الليفت بتاعها السلوب عنده not equal الرايت. تصدق صح، هنا الأنجل دي acute أما هنا الأنجل دي obtuse. فما ينفعش السلوب على الليفت يكون قد السلوب عند مين؟ عند الرايت. أما الحاجة الأخيرة وهي اللي بيكون عندها vertical tangent، فتيجي عند النقطة كده وتروح جاي أنت راسم vertical tangent تلاقي الفانكشن بتاعتك فعلًا عندها vertical tangent. ودي هنا بقى المشكلة مش بتبقى فين؟ مش بتبقى في الفانكشن، المشكلة بتبقى في السلوب نفسه. إن لو أنت جيت عند النقطة دي كده أيوًا هنحاول نرسمها مضبوطة شوية أهيّة، فأنت هنا ممكن ترسم tangent بس الtangent ده لمّا نيجي نجيب له الangle بتاعته هنلاقيها ب90 فtan 90 بكام؟ بundefined يبقى السلوب undefined يبقى الفانكشن هنا عندها vertical tangent فما ينفعش عند النقطة دي نجيب السلوب. تمام؟ دول الcases اللي موجودة عندنا. طب مستر في حاجة تانية كده كنت أنت بتقول عليها البطيخة ودي اللي فيها الأسماء بتاعة الderivative أو الdifferentiation. اللي هو يقول لك هات الslope of the tangent to the curve at a point أو find the rate of change أو find الf dash أو find الy dash أو find الdy dx. كل دي مسميات بيقصد بيها في الآخر الrate of change اللي هو الرول الوحيد اللي إحنا هنشتغل بيه النهارده عشان عندنا رولز تانية الحصة اللي جاية إن شاء الله. الرول الوحيد الrate of change اللي هو يبقى ليه أسماء كتيرة النهارده منها مثلًا الf dash of x بيكون الرول بتاعه limit when h tends to 0. كمل أنت بقى قول أهو يلا مين هنا فوق f of x plus h minus f of x over مين تحت الh. طبعًا يا جماعة ممكن ما نسميهاش f dash نسميها y dash، ممكن نسميها dy dx، ممكن نسميها slope of the tangent to the curve، ممكن نسميها tan theta where الثيتا هي الangle between التانجنت والx axis. حلو، حاجات كتير يعني. تمام، بس الشروط يا جماعة عشان نبقى متفقين مع بعض موجودة قدام حضرتك. النقطة موجودة في الدومين، الlimit exist، الفانكشن continuous عند النقطة، والسلوب الليفت ايكوال سلوب الرايت يعني مش مكسورة، يعني ما بيحصلش تغيير مفاجئ في السلوب ساعتها، ولا طبعا عندها vertical tangent ساعتها نقدر نقول إن الفانكشن بتاعتك differentiable. يبقى الكيسز اللي أنا رسمتها على الرايت دي يعني دي 1 ودي 2 دول مقطوعين، رقم 3 دي مكسورة، رقم 4 ودي عندها vertical tangent ودولت الفانكشن بتاعتهم not differentiable عند الايه. لكن خد بالك هم بيبقوا differentiable عند نقط تانية. يعني عندي البي لا البي ما عندهاش مشاكل، هنا عندي السي مثلا ما عندهاش مشاكل، هنا عندي الاي ما عندهاش مشاكل. المشاكل بتبقى عند النقط اللي فيها مكسورة او مقطوعة او vertical tangent. طب خلاص يا مستر كده احنا فهمنا، يلا نحل، يلا بينا يا عم الحاج. question number 1 الراجل بيقول limit للفانكشن f of x when x tends to 2 left equal 2k plus 3 وليميت الفانكشن لما ال x tends to 2 right يعني دي الرايت equal k minus 1 والفانكشن دي differentiable عند ال x ب 2. فهمت انت ايه؟ قال لي لحظة، هو قال ان الفانكشن differentiable؟ قلت له قال لي يبقى الليميت exist. قلت له since ان الليميت بتاعت الفانكشن بتاعتك عند ال x tends to 2 exist يبقى معنى كده إن الليفت equal الرايت، يبقى ال f of 2 right equal f of 2 إيه؟ left. يعني الليمت عند الرايت equal الليمت عند الليفت، وبالتالي هيكون 2k plus 3 equal k minus 1. نجيب ال 2k minus k equal negative 3 minus 1 فيطلع عندي ال k equals negative 4 وده اللي بيخلي الليفت قد الرايت عشان الفانكشن بتاعتي differentiable. وخد بالك لو رجعنا تاني وقلت لك انا من شويه قلت لك ايه؟ بص يا باشا، قلت لك لو ده موجود بالترتيب بقى، بص بالترتيب 1 موجود يبقى نروح نتكلم مع 2، طب 2 موجود نتكلم مع 3، 3 موجود نروح نتكلم مع مين؟ مع 4 بالترتيب كده من 1 2 3. حلو كده لحد 4. قال لي ماشي، تعالى بقى هنا. طبعا هنا ال 1 و 2 و 3 دولت مختلفين عن ال 1 و 2 و 3 دولت عشان بس ما حدش يقول لك هي دي معناها كده، لا دول كنا بنقول الحالات اللي عندهم الفانكشن نوت ديفرنشال. المهم يا باشا تيجي هنا دلوقتي لو الدومين نقطة موجودة يبقى التانية تنفع، طب لو التانية تنفع يبقى نبص على التالتة، طب التالتة جميلة يبقى نبص على الرابعة. طيب
تعالَ بقى لو إحنا الرابعة نفسها موجودة، الفانكشن نفسها differentiable، قال لي خلاص يبقى كل اللي فوق دول غصبٍ عنهم لازم يتحققوا. يبقى أي differentiable continuous، وأي continuous الlimit exist، وأي limit exist وcontinuous لازم الpoint تكون موجودة فين؟ في الدومين. حلو كده؟ عشان هي continuous فالنقطة موجودة كده. يبقى لما هو يقول في سؤال زي ده إن هي differentiable يبقى الشرط بتاع الlimit موجود، وكمان الpoint belong للدومين، وكمان الفانكشن بتاعتي continuous. ماشي يا عم الحاج؟ ماشي. تعال نروح ل question number 2 بيقول the slope of the tangent to the curve of the function f at the point x1 y1 which lie on it equal مين؟ فاهم حاجة؟ لا مش فاهم حاجة بس هترجم. the slope of the tangent to the curve of the function at the point، انت عارف ده كل ده اسم رباعي لحاجة واحدة اسمها الريت اوف تشينج. الريت اوف تشينج اللي هو الاف داش اللي هو الليميت when h tends to 0. يبقى انا مش هستخدم الرول بتاع الليميت. عند النقطة x1 y1 يبقى x1 دي هي الأولى وx2 اسمها x1 بلس h، يبقى معنى كده ده الرول بتاعنا. ده طبعا ما فيهوش ليميت، ده ال v of h، ده ال a of h، وده طبعا أي هري كده طبعا ليه؟ عشان x1 و h فعايز يلخبطك مش أكتر. حلو، يبقى الأنسر بتاع حضرتك هو مين؟ لتر سي اللي هو بيقول لك مين الرول اللي احنا بنشتغل بيه أو الديفينيشن بتاع الريت اوف تشينج. نيجي بعد كده ل الفانكشن f of x. نمبر 3 بيقول if f is a function وال f of 1 equal 5. f of 1 equal 5 يعني معناها at x equal 1 ال y equal 5. طيب f dash of 1 equal 4، انت عارف دي معناها ايه؟ معناها at x equal 1 ال y dash هي اللي ب 4. الواي داش يعني السلوب اوف ذا تانجنت تو ذا كيرف هو اللي ب 4. معناها التان سيتا هي اللي ب 4. تمام؟ معناها الريت اوف تشينج ايكوال 4. هو ده اسمه الاف داش اوف 1. طب انت عايز ايه؟ عايز ليميت للفانكشن لما الاكس تندس تو 1. طب جماعه مش هي الاف داش موجوده؟ يعني هي الديفرنشبل ات الاكس ايكوال 1. قلت له ماشي ات اكس ايكوال 1. يبقى معنى كده عند ال1 الليفت ايكوال الرايت ايكوال البوينت. يعني هو نفسه هيبقى الاف اوف 1. صح، فيطلع الانسر بتاعي بكام؟ ب5. وهنا يا جماعه مش محتاجه بصمجه، تمام؟ محتاج ان انت بتفهم ان الاف داش معناها اف داش ايكوال 1، اف داش اوف 1 ايكوال 4، يعني طلع لها فاليو، يعني ديفرنشبل، يعني عندها تانجنت. فسنس ان النقطه عندها ديريفاتيف يبقى معنى كده ان النقطه دي موجوده في الدومين وكونتينوس والليميت موجوده وكل حاجه زي الفل. حلو، طيب هو بقى بيسالني عن الليميت. طب الليميت هنا طريقه لايجاد الواي، فنروح نجيب منها مين؟ نجيبها من الواي، ما نجيبهاش من الاف داش يعني. اوكي، طبعا الناس بتاعت الليميت عارفه ان اول حاجه لازم نعوض، فبنعوض ب1 فبنجيب الاف ده شوف 1 خلاص. نيجي لكويشن نمبر 4. الراجل بيقول f of x عباره عن x سكوارد when x less than 2 4x when x greater than 2. عايز الاف داش اوف 2. بصوا يا جماعه، الاف داش اوف 2 اول حاجه بنعملها عشان نتشيك الكلام ده، ال2 موجوده في الدومين ولا لا؟ قلت له 2 موجوده في الدومين. مين قال لك؟ قال لي هو في ايكوال هنا. طب لو الايكوال دي مش موجوده، قال لي يبقى 2 مش موجوده في الدومين يبقى ما نكملش، يبقى doesn't exist. قلت له طيب تعالى نروح ندرس الكونتينيوتي. قال لي يا مستر يعني قصدك تجيب الاف اوف 2 رايت من الجريتر ذان، الاف اوف 2 ليفت من الليس ذان، الاف اوف 2 من عند الايكوال، ونشوفهم طلعوا الثلاثه قد بعض. اوكي، اف اوف 2 رايت من الجريتر ذان يعني 4 باي 2 ب 8. حلو، بعد كده اف اوف 2 ليفت من عند الليس ذان 2 باور 2 تبقى 4، يبقى احنا بنعوض في الفانكشن. قلت له حلو، اف اوف 2 قال لي ما تكملش. قلت له ايه؟ ما هي ال 2 هي نفس الكلام هتطلع ب 4. قال لي يا عم ما تزعلش، since ان اف 2 رايت not equal اف اوف 2 left. قلت له ايوه، therefore ايه بقى؟ قال لي therefore الليميت doesn't exist والفانكشن discontinuous. قلت له يعني مقطوع. يبقى الاف داش doesn't exist. ايه ده؟ not differentiable على طول من غير ما تفكر. يبقى لو شرط من اللي فوق ما تحققوش ما تكملش وتكمل المسألة، خلاص هي نوت ديفرنشال. طيب تعالى المسألة دي، والمسألة دي الصراحة ممكن نشتغلها الحصة اللي جاية أسهل من كده بكتير، أسهل من اللي أنا هعمله. بس تعالى نشوف. أول حاجة يا جماعة الراجل بيقول الفانكشن دي differentiable at الإكس equal to، عايز ال a بلس ال b. ال a بلس ال b حلو،
هنا طبعا هو عايز A بلس B، فالريكوايرد نفسه سهل، لكن لو هو طالب ال A and ال B فهنا هنخش في قصة تانية نتكلم فيها الحصة اللي جاية. بس تعالى نشوف. since إن هي differentiable، differentiable تبقى continuous. قال لي صح، يبقى therefore ال f of x continuous at ال x equal 2. طب since إن هي continuous قال لي يبقى ال f of 2 right equal ال f of 2 left. عظيم. يلا يا جماعة نعوض بال f of 2 right. f of 2 right نعوض هنا عند ال right، يبقى 2 by a أيوه بلس ال b equal f of 2 left نعوض هنا ب 2 باور 2 تبقى 4 بلس مين؟ بلس ال a. يلا يا باشا 2a بلس b ودي ال a هناك يبقى minus a equal 4. 2a minus a يديني ال a بلس ال b equal 4 وشكرا وخلصنا والحمد لله. ليه بقى مستر بتقول كده؟ أصل أنت عارف لو كانت طلعت ال A plus B مش موجودة ما أقدرش أوصل لها بالسهولة دي، كنت هتجيب 2 equation في 2 unknowns، لأن دول 2 unknowns A and B، بس هو الراجل طيب وطالب ال A plus B. طب مستر، طب لو هو طلب ال A and ال B، قلت له حلو، نجيب الإيكويشن الأولى دي A plus B equal 4، والإيكويشن التانية تجيب الريت اوف تشينج عند الرايت وتجيب الريت اوف تشينج عند الليفت، يعني الليميت بتاع الرايت ايكوال الليميت بتاع الليفت، وتبقى مسألة كبيرة. بس ليها طريقة أسهل بكتير، الحصة اللي جاية هقول لك عليها. تمام كده؟ بالرولز بقى، من غير الرول بتاع الليمت. طيب تعال نشوف question number 6. الراجل بيقول f of h plus 3 minus f of h minus 2 plus f of negative 2 minus f of 3 over h. جماعة هو ده مين؟ هو الراجل بيقول كده اف ده شوف 3 بلس اف ده شوف نيجاتيف 2، ولا اف ده شوف 3 بس، ولا اف ده شوف نيجاتيف 2 بس، ولا اف ده شوف 3 ماينس اف ده شوف نيجاتيف 2. قلت له بما ان في ليميت وان اتش تندز تو 0 يبقى ده اف داش، بس لمين فيهم؟ اكيد الرول ده مش لل 3 بس ولا للنيجاتيف 2 بس، اكيد للاثنين، بس بينهم بلس ولا ماينس هو ده اللي احنا هنعرفه. فنقسم المساله ليميت وان اتش تندز تو 0. حلو، نجيب اف اوف اتش بلس 3، ايوه عارفها دي، ماينس اف اوف 3، حلو جدا، اوفر ال اتش. الله، طب ما هو ده الرول بتاع الاف ده شوف 3. قلت له استنى هنكمل ايه؟ قال لي يلا اللي باقي ايه؟ قلت له نيجاتيف اف اوف اتش ماينس 2 بلس اف اوف نيجاتيف 2. هناخد نيجاتيف كومن، ولما ناخد نيجاتيف كومن يبقى لي اف اوف اتش ماينس 2 ماينس اف اوف نيجاتيف 2 اوفر مين؟ اوفر ال اتش. ايه ده يعني انت يا مستر خدت كومن من هنا نيجاتيف عشان يظهر الرول؟ قلت له برافو عليك، لان الرول بيقول اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس. حلو، فانا خدت النيجاتيف عشان تتحول البوزيتيف دي لايه؟ لنيجاتيف، والنيجاتيف دي تتشال. حلو، ثم عملت ايه؟ قلت له قسمت المساله مسالتين، فالمساله الاولى هتديني حاجه اسمها الاف داش اوف 3 ماينس دي هتديني الاف داش اوف نيجاتيف 2. عشان اللي جوه ده نيجاتيف يعني، فهي مش بلس، كأنك قلت بلس نيجاتيف 2 فهي بقت ماينس. يبقى الانسر بتاع حضرتك هو لتر دي. سؤال جميل، تاخد بالك كده ان انت هتقسم الرول، هتاخد نيجاتيف كومن عشان يظهر الرول بتاعك اللي هو f of h plus x. بعد كده نمبر 7 بيقول ايه؟ في نمبر 7 بيقول لي which of the following function is differentiable at x equal 3. قلت له ولا مقطوعة ولا مكسورة عند ال 3، فجينا كده عند دي عند ال 3 ولقيناها عندها open point، تبقى دي مقطوعة refused. طب تعالى هنا عند ال 3، دي مقطوعة جدا، في مفيش نقطة أصلا، مش عارف أوصل للبوينت، بوينت نوت بيلونج للدومين، بس خلاص يبقى مين اللي صح؟ دي فعلا، لأن النقطة أهي والليميت اكزيست، ولا مقطوعة ولا مكسورة ولا عندها فيرتيكال تانجن، يبقى ألف مبروك عليك، اللي ديفرنشبل هنا هي لتر A. question number 8، وخد بالك بقى عشان الراجل ده ابن جنية. عمل ايه الراجل ده؟ قال لك انا عايز اف ده شوف 1 رايت، يبقى مالكش دعوه بالليفت ولا كانك شايفها ولا تعبرها في الجزمه. حلو، كانك عندك مساله عاديه اهي، روح هات لي الاف داش بتاعتها. طب الاف داش بتاعتها دي نوصل لها ازاي عند ال1 رايت؟ قال لي بنقول ان الاف داش اوف 1 رايت، بص بقى الكلام اللي جاي ده، ليميت when h tends to 0، ده الرول. قال لي وهنا هنجيب f of 1 plus h minus f of 1 over ال h. طب هنعوض في مين؟ ما انا قلت لك مالكش دعوه بالليفت بقى، خلاص هو الراجل شغال رايت. طب انت عارف يا مستر ان هو لو شال علامه الرايت دي
وجابها ب1 لازم اجيب الليفت والرايت واشوفهم الاثنين قد بعض ولا لا؟ قلت له اه. يبقى انت كده بتدسكس الديفرنشابيلتي، لكن هنا هو عايز الرايت بس، يعني الجريتر ذان. طب يلا يا جماعه هنعوض في الايه؟ في الجريتر ذان اللي هي الرايت. اف اوف 1 بلس اتش، نشيل كل اكس ونكتب 1 بلس اتش باور 2 بلس 2 ماينس اف اوف 1. اف اوف 1 نعوض بكام؟ قال لي هنعوض ب 1. 1 باور 2 بلس 1 بلس 2 يطلع 1 سكويرد بلس 2 اللي هي كام؟ 3 اوفر ال اتش. فيطلع عندي ليميت when h tends to mean to 0. فك براكت باور 2. فلما نفك براكت باور 2 يطلع الاول باور 2 ب 1، التاني باور 2 ب h سكويرد، الاول باي التاني باي 2 يديني 2h. يبقى 1 بلس 2h بلس h سكويرد ماينس 2 ماينس 1 سكويرد بلس 2 يعني 3، يبقى ماينس 3. حلو. فدي بلس. فلما تيجي وهنا اوفر اتش، فلما تيجي تجمع الارقام نيجاتيف 3 و2 و1 هيطيروا بعض، تاخد الاتش كومن فاكتور عشان نجيب الليميت. فتعمل ايه؟ اهوت ليميت when h tends to 0. هناخد الاتش من فوق كومن يديني 2 بلس اتش اوفر اتش. فنشيل الاتش دي مع الاتش اللي تحت يطلع 2 بلس اتش، نعوض عن الاتش بزيرو يطلع الانسر بكام؟ ب2. خلصت. قالوا كده يا جماعه كده ده الاف ده شوف 1 رايت. لو الراجل شال كلمه رايت دي وقال لك اف ده شوف 1 بس، لازم تجيب الليفت والرايت ويطلعوا ايكوال تاخد الرقم. طب طلعوا نوت ايكوال يبقى doesn't exist وما يبقاش فيه ليميت. ماشي. يعني ده سؤال discuss الديفرنشابيلتي بس نصه يعني. نيجي دلوقتي لكويشن نمبر 9 اللي بيقول if the function f is an odd function. odd. ايه الاود فانكشن دي؟ بتاعت الترم الاول اللي كانت الاكس بتتغير فيها والواي بتتغير، والاكس عند الاكس النيجاتيف في واي نيجاتيف والاكس البوزيتيف في واي وهكذا. فاكرها؟ مش فاكرها طبعا. حلو. طب قول لي اي حاجه انت فاكرها عن الاود فانكشن. بص يا مستر، انا فاكر ان لو الباور بتاعها ايفن كانت بتبقى ايفن، لو الباور بتاعها اود بتبقى اود. صح. وان الاود فانكشن دي سيمتريك اباوت الاوريجين. قلت له جميل، يعني شبه اللي انا هرسمها دي. قال لي صح اهي. حلو. فلو جينا عند نقطة اسمها ايه وقمنا راسمين تانجنت، مش ده يبقى السلوب؟ يبقى ده الاف ده شوف ايه. قلت له حلو. ولو جينا عندي نقطة زيها بالظبط اسمها نيجاتيف ايه وقمنا راسمين تانجنت، قلت له حلو. يبقى ايه اللي هيحصل؟ قال لي نشوف التانجنت ده ونشوف التانجنت التاني. فلما نجيب التانجنت ده لو هو مظبوط يعني اهوت، ونقوم عاملينه كده كوبي ونقوم نازلين بالتاني. حلو. اهو تعالى هنا يا باشا، هتلاقيه هو بالظبط. ايه ده يا مستر؟ يعني انت عايز تقول ان الاسلوب عند الايه هو نفسه الاسلوب عند النيجاتيف ايه؟ قلت له صح. فيبقى الاف داش اوف ايه هي نفسها الاف داش اوف نيجاتيف ايه؟ قال لي عظيم. عشان كده اعلمك حاجه خدها بقى مني في الحته دي. ايه هي؟ لو الاف اوف ايه ايكوال نيجاتيف الاف داش نيجاتيف الاف اوف ايه، يعني في الواي ايكوال النيجاتيف واي، ايوه، يبقى معنى كده ان الاف داش بتاع الاول ايكوال الاف داش بتاعت التاني اللي هي النيجاتيف ايه. يعني من الاخر كده لو الواي 1 ايكوال الواي 2 ايكوال نيجاتيف الواي 2 في الاود، دي في الاود طبعا، قال لي يبقى الواي 1 داش ايكوال الواي 2 داش. قالوا كده يا باشا؟ فيبقى معنى كده لو جبت الاول عملته بلس التاني يديني 2 من الاول او 2 من التاني. ليه؟ اصل هما الاتنين ايكوال. شوف بقى مين اللي موجوده في اللي تشوز وروح اختار. قال لي موجود 2 اف ده، شوف ايه. حلو. طب واللي تحت دي؟ لا، اللي تحت دي ما فيهاش داش، اللي تحت دي فيها اف. خد بالك. يبقى هنا الاكسات بتتغير، الوايات بتتغير، السلوب ثابت. حلو. ده في الاوت فانكشن. تعال هنا even function. ايه اللي هيحصل؟ قال لي هو بيقول ان الاف ده شوف 3 بنيجاتيف 4. طب الاف ده شوف نيجاتيف 3. قال لي طب ما تيجي نرسم اي فانكشن ايفن زي ما عملنا فوق. قلت له تعالى، الفانكشن الايفن يا مستر كان باورها ايفن وليكن زي الاكس باور 2. قلت له صح. قال لي وحاجه تانية ان هي كانت بتبقى سيمتريك اباوت مين؟ قلت له اباوت الواي اكسس. حلو كده. ايه الفانكشن المعوقه دي؟ تيجي نرسم فانكشن محترمه كده تليق بهذا الفيديو. تعالى اهو. مش عايزة تجيب حاجة يا جماعة. يا جماعة مش عايزة تجيب الفانكشن الايفن. اه طب ماشي. طب كده مش كده برضو.
خلاص يا جماعة بقى، خلاص هو ده نصيبها. هنعمل إيه؟ هنيجي عند نقطة اسمها إيه؟ أو زي ما هو قايل عند الpoint 3 وعند الpoint اللي اسمها -3 ونحاول نرسم tangent. قال لي ماشي زي المسألة اللي فاتت يعني؟ قلت له آه. فأدي الtangent أهو. نعمل له copy كده وناخده برضه هو أهو. قال لي لا ما يجيش. ما يجيش ليه بقى يا باشا؟ عشان هما مش equal. أمال إيه اللي هيحصل؟ قال لي الأسلوب الأولاني معاه angle acute. بص التاني بقى يبقى معاه angle إيه؟ obtuse. إزاي؟ أهو. بص يا باشا أهو عشان يبقى tangent بس ويبقى مظبوط يعني بعد إذنكم أهو. عشان أهم من الشغل إيه؟ ضبط الشغل. فلما تيجي تجيب الأنجل دي هتلاقي الأنجل دي اسمها سيتا. هتيجي تجيب الأنجل دي اللي هي لونها أسود دي هتلاقيها 180 ماينس سيتا. إيه ده؟ يعني الأسلوب بتاع ال F dash of 3 not equal ال F dash عند النيجاتيف 3 ولكن كمان عكسه. قلت له يعني لو الأولاني ب4 يبقى التاني بنيجاتيف 4؟ فيبقى لو الأولاني بنيجاتيف 4 يبقى التاني بكام؟ ب4. ودي كمان هنثبتها إن شاء الله الحصة اللي جاية لما ناخد الرولز وتفهم الرولز بتتم إزاي أو الديريفاتيف بتاع الأود والإيفن بيتم إزاي. تمام؟ يبقى خد بالك برضه لو إحنا قلنا إن الفانكشن أهي ال f of negative 3 equal أو ال f of negative A يعني equal ال f of 3 يبقى معنى كده إن ال f dash of negative 3 equal negative ال f dash of 3. إيه ده يا مستر؟ يعني لو الفانكشن ما فيهاش نيجاتيف يبقى ال f dash بينهم نيجاتيف؟ قلت له ولو رجعنا للمسألة اللي فاتت لو الفانكشن هي اللي فيها نيجاتيف فال f dash ما فيهاش نيجاتيف. بس ده في الأود وده فين؟ في الإيفن طبعا. حلو كده؟ حلو كده يا مستر. شكرا يا شباب، تعبناكم معانا، فهمنا كل حاجة، راجعنا كل حاجة، خدنا كام تريكاية. أتمنى تكون فهمت كل حاجة قبل ما تحل الهومورك. بالتوفيق ونشوفكم إن شاء الله في الكلاس شيت اللي جاي.